السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشاهديني وما اشتركتيش، يا فضلا وليس أمرا. يا ريت تشتركوا وتفرحيني وتنور العيلة بتاعتي يعني عشان العيلة تكبر. وأحب أشكر الناس الجديدة اللي اشتركت عندي، نورتوني وشرفتوني. النهاردة هعمل معاكم القرص الطرية يعني. وانت حابة عايزة تعمليها بالعجوة اعمليها بالعجوة، حابة تعمليها بالشوكولاتة، الحشوة اللي انت تحبيها يعني. هي مكوناتها سهلة ومن البيت، مش هطول عليكم يعني. انا هي هحط كيلو دقيق، ده كيلو عادي دقيق ده طبعا ايه متعدد الاستخدامات يعني، مش لازم اي نوع دقيق عندك يعني، مش بس بلاش بتاع البسكوت. بتاع البسكوت ده يعني هحسبه ما ينفعش في المعجنات يعني، خليكي في متعدد الاستخدامات. اهو كيلو كده، انا عندي كيلو كنت جايباه معاكم في المشتريات، وجاي عندي حوالي دول كده، حوالي ربع كيلو. هحطهم برضو مش كلهم، هحط منهم شويه واسيب شويه عشان بس الخميره. واحط ايه كمان، احط رشه سكر، رشه سكر كده، ما تكتريش السكر عشان ايه انا كده كده هحشيها معاكم. واحط كمان كيس باكو خميره من ده دريم، احط كيس خميره او لو ما عندي معلقه كبيره يعني. طبعا الحر ده يخليه يختمر بسرعه يعني. وحوالي معلقتين لبن بودره، لبن البودره ده بيديها طراوه والبطاريه كده وهشه وحلوه، حوالي معلقتين يعني. حابه تستغني عنهم بلاش، بس هما بيديها طراوه ويبقى اديها طعم حلو يعني. ورشه ملح صغيره، ما تكتريش الملح برضو، رشه صغيره صغيره بس كده. ونحط سمنه، حوالي نص كوبايه سمنه، ده كمان بتبقى احلى واحلى لو بس انا هخلط الاول ايه الحاجات الناشفه مع بعضها كده الجافه كده، كان يبقى احلى واحلى لو سمنه بلدي او زبده بلدي، كانت تديكي طعم احلى. بس انا بقول لكم للاسف السمنه البلدي اللي كانت عندي اللي جبتها في رمضان، الكميه اللي كنت جايباها في رمضان وسيحتها خلصت، لسه هجيب مستنيه لما اجيب واسيح السمنه. بحب اعمل الحاجات دي بالسمنه البلدي تبقى طعمها حلو. احط حوالي نص كوبايه سمنه كده. بقول لكم باقل الامكانيات هتعملوا قرص في البيت. وحوالي ما تكترش الزيت، حوالي 3 معالق زيت بس كده. وايه نقلبهم كده مع بعض. حابه تعجني بالميه، حابه تعجني بلبن، لو عايزه تعجني بلبن اعجني، بس انا هعجن بميه يعني. انا حاطه لبن بودره، خلاص انا هعجن بميه. عجنتها، تفضلي تعجني فيها كده هتبقى معاكي طريه كده وحلوه. لو انت عندك عجان حطها فيه، لو ما عندكيش اعجني على ايدك عادي يعني. انا عجنتها بايديا تفضلي تعجني فيها كده لغايه ما تلاقيها نعمت معاكي وتبقى حلوه طريه كده وحلوه. سيبها كده تختمر، طبعا ايه في الحر ده مش هتطول، سيبها تختمر كده شويه، اغطيها واسيبها تختمر على ما العجينه تختمر. قلت اعمل العجوه، انا هحشي عجوه زي ما بقول لكم. انا هبدا احشي عجوه، انت عادي الحشوه اللي تريحك. حابه تحشي شوكولاته، اي حاجه تحشي، حابه تخليه ساده عادي يعني، مش هقول لا. بس انا النهارده احشي عجوه يعني، هغير كده واحشي عجوه. برضو العجوه دي كنت جايباها معاكم في المشتريات قبل كده، بس هي ايه كانت في التلاجة ناشفه شويه. طبعا هقطعها وبعد كده اقليها على النار، لازم اقليها، لازم تعمليها على النار يعني. هي هتطرى معايا، احط لها سمنه وممكن نقطه ميه صغيره كده، وهوريها لكم كمان لما اقليها على النار. خلاص طيبت العجوه، قليتها على النار بسمنه، حطيت لها نقطه ميه صغيره بس كده عشان تطرى، قد معلقه صغيره، او لو مش عايزه تحط ميه ما تحطيش يعني، حطي لها معلقه سمنه وخلاص على كده، وليها على النار وخلاص كده هي طريت. والعجينه اهو بسم الله ما شاء الله، بصوا العجينه اختمرت ازاي وزادت، بس شايفين اختمرت ازاي وبقت حلوه. اللهم صل حلوه يعني. هو في الصيف طبعا الخميره العجينه بتختمر بسرعه اهو. هقطع معاكم، بس الاول هدهن الصينيه عشان تبقى مدهونه زيت، نقطه زيت بس ما تكتريش عشان ما يلزقش فيها العجينه. زي ما بقول لك كده مكونات بسيطه في البيت وهتعملي احلى قرص. اعمل الصينيه كمان الثانيه، نقطه زيت بس صغيره، ما تكتريش الزيت.
زي ما انتوا شايفين كده. اخد ايه، شايفين العجينة حلوة ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها، وطرية وهشة وحلوة. تاخدي القطعة اللي انت ايه تغطيها كده عشان المروحة متنشفش. خد القطعة اللي انا حباها، الحجم اللي انا حباه. انا هحط لها عجوة، وفي شوية اعملهم بالعجوة وفي شوية ايه هعملهم سادة. هعمل جزء كده وجزء كده، افتحها كده احط حتة من العجوة افرطها كده طرية معايا. شايفين طرية ازاي بعد ما كانت ناشفة؟ افرطها كده، تفرطها كويس في العجين، وترجعي تلمي كده اهو كده 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 كده، وتقفلي كده بس كده. شايفين اهو كده عشان العجوه ما تطلعش منك من العجينه عشان ما تتحرقش. وتسويها كده كده. حابه تبططيها على طول في الصينيه كده بططيها اللي يريحك، التبطيطه اللي يريحك. انا عادي ببططها على ايديا او ببططها في الصينيه اهو. هعمل لك واحده من غير عجوه، تبقى كده واحده بعجوه واحده من غير عجوه. خد الحجم ايه اللي انا عايزاه، مش هكبرها، هخليها صغيره عشان تبقى اللي ياخد القطعه ياكلها على الاخر، يعني ميسيبش فيها. مكبرهاش عن كده. ممكن لو حابه تصغريها تصغريها، ممكن تحشي شوكولاته برضو ده، بس انا النهارده هحشيه بقول لكم عجوه هنغير يعني. لا نسويها كده عشان تبقى مدوره. انا بحب اقطعها على ايديا كده. شايفين اهو سهل وسريع يعني، انا متعوده وسهل معايا اهو. او ممكن تعملي زي ما بقول لكم كده اهو، بس حاولي تسيبي مسافه كده عشان ما يلزقش منك في بعض، لسه يختمر طبعا. ولو وصلت لغايه هنا ما تبخليش عليا بالاشتراك واللايك عشان الفيديو بتاعي يعني يتشاهد اكتر. انا بعمل كل حاجه قدامكم يعني، ما مش بخلانه عليكم في اي حاجه، بعمل كل حاجه قدامكم. يا ريت كده انتوا كمان ما تبخليش عليا بالاشتراك واللايك والكومنت الحلو، وشير الفيديوهات لحبايبكم عشان القناه تكبر ان شاء الله ونبقى عيله كبيره. بقول لكم حاولوا كده تسيبوا مسافه علشان طبعا لسه هتختمر شويه ما يلزقوش في بعض. بعد ما استوى في الفرن شايفين حلاوته، لونه ذهبي وحلو وطري. شايفين الطراوه بتاعته اهو، شايفين حلاوته، كله لون واحد اهو، وطري وهش وكله مختمر وكل حاجه فيه. شايفين ده المحشي عجوه ده. لسه التاني لسه ما عملتوش، لسه بيستوي في الفرن. جربوه بنفس الطريقه دي، واكتبوا له في الكومنتات عجبكم الطريقه بتاعتي دياتي. وريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك وشير الفيديوهات لحبايبكم، واشوفكم على خير ومع السلامه.